راديو حكاية معاك من البداية. مساء الخير والسعادة، تحياتي ليكم مستمعي راديو حكاية. معاكم أنا نوع محمد، هقدم ليكم برنامج بعنوان غالي علينا. خلال الموسم كامل هيكون لينا من خلاله عدة لقاءات وحوارات مع شخصيات ورموز ليها حكايات وبصمة في جميع المجالات، فنية وثقافية وأدبية وكمان علمية. هنقرب منهم ونعرف عنهم حكايات وذكريات ومواقف كتير مروا بيها خلال مشوارهم. وهيكون معايا في أولى حلقات برنامجي فنان شاب تألق في العديد من الأعمال الفنية في السينما والدراما، منها فيلم الممر، مسلسل الاختيار، زلزال، أنا شهيرة، أنا الخاين، ووعد. وأخيرا بيقدم على خشبة المسرح جوائز 6 نجوم من تأليفه وإخراجه. معايا ومعاكم الفنان الشاب والمتألق أحمد مصطفى. الفنان أحمد مصطفى، أهلا بيك. اهلا بيكي، نورتيني. اتألقت في رمضان اللي فات في مسلسل اختيار، فخلينا النهاردة نركز عليه. أنا عايزة أعمل سبوت عليه عشان يعتبر ده علامة أو يعتبر نقلة حلوة ليه. هو الحمد لله، هو الدور ده يعني ربنا طبطب عليا بيه، لان انا عملت كذا حاجه قبله، بس الدور ده الحمد لله المسلسل اتشاف كويس جدا وعمل مشاهده عاليه جدا، والدور كان مؤثر جدا الحمد لله مع الناس صدقته وتعاطفت معاه. وهي شخصيه المجند الشهيد محمد ايمن شويقة اللي هو فدى زمايله، وهو في الدراما هو ملوش اصحاب، يعني هو فدى ناس هو مش صاحبهم اصلا يعني، فكانت حاجه عظيمه منه بصراحه. وطبعا يعني استاذ باهر ديودار المؤلف واستاذ بيتر ميمي طبعا يعني عملوا المسلسل ده، عملوا فيه مجهود كبير جدا، عشان كده يعني الناس اتفاعلت معاه وعمل مشاهده عاليه الحمد لله. ليه انا بقول حاجه مهمه؟ لانه تجسيد بطل حقيقي وكمان مش مشهور. يعني مثلا لو انت بتعمل فنان مشهور فهتعرف ترجع في مراجع تقدر ترجع لها، انما ده كان بطل بس برضو ما حدش عارفه غير اهله واصدقائه معارفه. فازاي عرفت تجمع داتا كويسه ان انت تقدر تاخد بيها معلومات عنه؟ بصي، هو انا ما عملتش البطل شخصيا، يعني انا عملت الدور المكتوب في الورق، يعني ياسر، شخصيه ياسر انا عملت ياسر، بس يعني المؤلف كاتب في الشخصية تفاصيل حلوة في الولد منطوي، ملوش اصحاب، مش متداخل مع الناس، حاجات كده، فهو عامل له تفاصيل لدرجة ان اللي صاحبه في الاخر العقيد المنسي، يعني هو اللي حبه وصاحبه ولما تعب عالجه، هو العقيد احمد المنسي، عشان كده هو كمان زعل عليه جدا يعني. فانا ما كانش ليا دعوه قوي بالشهيد الحقيقي بصراحه، انا كان ليا دعوه بالدور نفسه اللي مكتوب في الورق اللي هو شخصيه ياسر، لان في 3-4 كمان في الجيش المصري عملوا الفعل الفدائي ده اللي هو فجر نفسه في الارهابي عشان يحمي زمايله. الموضوع مش مقتصر على الشهيد محمد ايمن شويقة لوحده، في 3 أو 4 عملوا الدور ده، فهم عملوا رمزيه بياسر لل3-4 شهداء اللي نفذوا نفس الفعل ده بنفس الطريقه. لكن ما خدتش حاجه خاصه بيه؟ لا، بيه هو شخصيا الاكشن بتاع الكمين، ان هو فعلا نقل نفسه كمين تاني ولما كان مع زمايله بيساعدهم وشاف الارهابي، فهو اللي كان عنده اقدام جدا انه جري عليه، حضنه، فدى زمايله واستشهد. يعني هي دي يعني دي اللي عند الشهيد محمد ايمن شويقة بالشكل ده. مامته قالت ان انت فكرتها او ما شافتك حست ان انت ابنها. طب ده يعني اثر فيك ازاي، او انت يعني وصل لها الحاله دي ازاي؟ بص، انا عيطت، انا اول ما شفتها بتقول كده ان هي قالت، انا اللي بسطني ان هي ما عرفتش ان انا ابنها في الشهاده، لا دي عرفت ان انا ابنها من اول ما شافتني في الجامع بقرا قران لوحدي، قالت لهم ده ابني. دي اللي خلتني عيطت بصراحه، ان الحمد لله قدرت اوصل بمساعده طبعا المخرج والمؤلف اكيد ومدير التصوير استاذ حسين عصر، لازم اقول اسمه لان هو راجل بروفيشنال وراجل هايل، ان انا قدرت اوصل لها ان ده ابنها قبل ما نوصل لموقف الشهاده، يعني من بدايه ظهور الشخصيه اول ما شافته في الجامع بيقرا القران لوحده والعقيد منسي بيقول له انت ليه على طول لوحدك، هي حست ان ده ابنها، فدي كانت حاجه فرحتني طبعا جدا يعني. انت اصلا دخلت الجيش في الحقيقه؟ لا، بس اشتغلت في الممر والاختيار كفايه يعني، اديت الواجب. طيب
انا بس عايزه برضه اقول حاجه، ان الشباب الفتره اللي فاتت طبعا مش هنخش في السياسه، بس حصل فتور شويه، ما بقاش فيه يعني حلم السفر لبره، الحاجات دي. جاء مسلسل الاختيار الصراحه شد الناس تاني، حسسهم بالوطنيه، ان هم في واجبات عليهم لازم يعملوها، حتى بنات وولاد. فكله بقى حاسس ان لا، ده في واجب احنا لازم نعمله، مش زي ما احنا متخيلين ان هو لا نسافر بره وخلاص نريح دماغنا ومالناش دعوه باللي بيحصل جوه. فزرع حته وطنيه، ووضح كمان ان الارهاب مش الاسلام. لا هو طبعا الارهاب من الاسلام ده اكيد، يعني اذا كانوا هم يقولوا كده في الغرب او اسرائيل تقول كده، احنا طبعا. بس هو الجميل في الموضوع ان هو المسلسل ورى حاجات الناس مش عارفاها بشكل حقيقي، يعني الناس في تفاصيل كتير مش عارفاها فعلا، مش عارفة قوة الإرهابيين في سيناء، مش عارفة يعني إيه مداهمات، يعني إيه إن العساكر والضباط بيقعدوا ليالي ما يناموش، ممكن يقعدوا 7 أيام 10 أيام ما يناموش. الناس اللي كانت بتفطر في رمضان ودخلوا عليهم غدر قتلوهم وهم بيفطروا في رمضان، دول ما يتكلموش عن أي دين، مش إسلام بقى ولا مسيحية ولا يهودية، ده ما يتكلموش خالص يعني. طبعا الإسلام بريء جدا من الإرهاب يعني طبعا. بس هو ميزة المسلسل ان هو خلى فعلا زي ما حضرتك قلتي البنات بقوا عايزين يخشوا الجيش، يعني هو حبب الناس في وفهم الناس بطولات الضباط والعساكر واستحمالهم وفدائيتهم وبطولتهم، الحاجات دي احنا ما بنشوفهاش، كان لازم نشوفها. طيب اعمالك بقى التانية نتكلم عنها، يعني عرف بقى كده جمهورك بالحاجات اللي انت اشتغلتها قبل كده. اكيد طبعا هم اول ما يشوفوك هيعرفوك، بس برضه ايه عرفني. بصي انا يعني الحمد لله انا يعني عندي مجموعه اعمال، بس انا هقول لك يعني ابرز الحاجات اللي الحمد لله علمت مع الناس غير ياسر. السنه اللي قبلها رمضان اللي قبلها عملت في مسلسل زلزال بتاع محمد رمضان، خرج استاذ ابراهيم فخر، كنت عامل دور بوترا ده اللي هو الواد الألدخ كده اللي بيتكلم بنص لسان كده، برضو علم مع الناس يعني. وكنت عامل دور مؤمن في انا شهيرة انا الخاين مع استاذ احمد مدحت. وعملت في وعد دكتور طاهر اللي هو كان بيوز حسام داخل لغايه ما خلاه قتل يعني صاحب المستشفى اللي هو شغال فيها. يعني عندي شويه حاجات كتير كده برضو الحمد لله يعني، بس دول ابرز الحاجات اللي في الفتره الاخيره يعني. طب بالنسبه للمسرح؟ المسرح دلوقتي بعمل مسرحيه بس مش بمثل فيها، يعني تاليف واخراج. فكره جات لي كده من مكالمه تليفون بتاعت واحد صاحبي بيعمل تليفون مع خطيبته، فبيتخانقوا ساعه في التليفون، فجات لي فكره عرض من الخناقه دي، لان هم بيتخانقوا على حاجات تافهه قوي كلها خاصه بالفيس والانستجرام ومش عارف ايه. فكتبت النص وقدمته في مبادره وزاره الثقافه بتاعت الاونلاين واخرجته، والحمد لله يعني عمل رد فعل كويس الحمد لله. وانا اشتغلت مسرح كتير، يعني اشتغلت مسرح دولة واشتغلت مسرح قطاع خاص واشتغلت مسرح فرق مستقلة، اشتغلت مسرح كتير، وانا اصلا ممثل في المسرح الكوميدي في القاهرة. شايف ان سور الثقافه بقت مهتميه، وزاره الثقافه يعني مهتميه دلوقتي بالعروض المسرحيه، وخصوصا على خشبه اسكندريه، خشبه مسرح اسكندريه، عطيه فرصه كتير للشباب وبتشجعهم، فده يعتبر انتم محظوظين ولا ده ايه؟ احنا محظوظين طبعا، بس يا ريت يستمر. يعني المبادره اللي اتعملت دي ودكتوره ايناس تبنتها، انا اول مره اشوف مسؤول بيجي في ميعاده. يعني انا عايز بس اشيد بدكتوره ايناس عبد الدايم وزاره الثقافه، لان هي قالت هاجي لكم الساعه 7 مسرح بيراميد التونسي، 7 بالدقيقه كانت بتخش من الباب، كان المفروض تشوف عرض. فمحمد مرسي مدير الفرقه مدير المسرح قال لها هوريكي عرضين، وهو العرض يعني صغير، فقعدت شافت العرضين اتبسطت جدا، وهي دعمت الفكرة تماما. هي الفكرة عبارة عن قدمنا 10 عروض بميزانية عرض واحد، والمسرح قرش من غير ولا نجم، يعني احنا معناش نجوم والمسرح كامل العدد. فطبعا تجربة هايلة، 10 عروض ب10 مؤلفين ب10 مخرجين ب5 ممثلين في كل عرض، ادي 50 ممثل بديكور بإضاءة يعني حاجة هايلة. احنا بنقعد نقول مفيش مؤلفين مفيش ورق، احنا عملنا مبادرة 10 مؤلفين جداد عملوا 10 نصوص. فكل حاجة في طاقات بشرية كتير وفي شباب كتير موهوبة، بس انا نفسي بقى نستمر. يعني نفسي دكتورة ايناس ودكتور استاذ خالد جلال واستاذ اسماعيل مختار رئيس البيت يدعموا بقى الفكرة دي وتستمر. انا مش لازم اروح اعمل عرض ب2 مليون جنيه يفتح 30 ليلة ويقفل ويتنسى، لا ده انا ممكن بال2 مليون جنيه دي اعمل 20 عرض شبابي وهيملوا الصالة برضو، والجمهور هيملى الصالة، وهبقى شغلت طاقات بشرية مهولة ومواهب كتير جدا. يعني خلي بالك اسكندرية غرقانة مواهب، يعني حقيقي مليانة مواهب في كل المجالات.
فالناس دي لازم تشتغل ولازم تظهر ولازم جمهور اسكندريه بيجي المسرح، عارفه لو المسرح ده قالوا فيه واحد بيعدي هتلاقي المسرح ده فيه ناس، لان الجمهور كمان عايز مسرح. اسكندراني اصلا؟ انا اسكندراني اصلا، انا خريج ادب مسرح اسكندريه واسكندراني اصلا. على فكره اسكندريه منبع نجوم. منبع نجوم. وبرضو حاجه من التعاب يعني ان احنا ما فيش اهتمام هنا بالاستوديوهات يعني مع اني انا شايفه ان هي لا تقل عن القاهره. بصي انا اقول لك تجربتي الشخصيه في الحياه، انا بقالي في القاهره 15 سنه. سافرت القاهره عشان خاطر الشغلانه في القاهره، الفيديو القاهرة، السينما في القاهرة، المسرح التجاري في القاهرة. الشغلانة هنا موهبة بلا عائد، يعني حلوين وجمال والله، بس السلام عليكم تصبحوا على خير. ناس كتير بتقف بسبب، شباب كتير طبعا. بتقف بسبب العامل المادي. طبعا. يعني عايز يكون نفسه، عايز يبني يعني يبني حياته، لكن طبعا. للاسف يا اما ينمي موهبته يا اما يشتغل ويبني بالظبط. مستقبله. فليه ما فيش برضو انتوا يعني تقفوا مع بعض ان انتوا يكون في دعم مادي من الدولة او في حاجة خاصة بيكوا ان هي تقدر تساعدكوا، ان يعني مش هقول كتير بس على الاقل يكون في عائد يقدر يخليكوا تستمروا، او منتج خاص يتحمس للمسرح اسكندريه. انت خلي بالك تبقاش عندك مسارح كمان في اسكندريه، يعني لا في السلام ولا في مش عارف ايه، يعني خلاص ما بقاش في غير بيرم والليسيه وعمانيا جابر والانفوشي بس. انت الاول كنت تمشي على البحر تلاقي كل ده مسارح، وهو مش لازم الدوله. ما انت الناس اللي بتنتج عروض زي استاذ مجدي الهواري عامل كايرو شو في القاهره، ما حد غيره يعمل اسكندريه شو في اسكندريه. يعني ما اسكندريه فيها كثافه سكانيه وفيها مواهب، ما تعمل كده، ما تجيب زي ما هو جاب احمد عز، هات يا سيدي امير كرارة ولا هات نجم وشغل مع الناس بتاع اسكندريه وهتكسب. يعني هو انا لازم افكس ان انا الشغلانه كلها في القاهره، ما اعمل كده كمان في اسكندريه. ده نص الوسط الفني في القاهره اسكندرانيه. يعني دلوقتي 90% من او يعني بلاش 90 كتير، 50% من وسط الفن اسكندرانيه حقيقي. يعني عايزين حد بس يتحمس وهيكسب. مش بقول له اتحمس ادي الناس فلوس ولا اخسر، لا لا لا، هو لو اشتغل بروفيشنال هيكسب فعلا. في اعمال جديدة سواء في التلفزيون او مسرح تاني؟ والله هو حاليا يعني بعد الحمد لله العرض ده عمل رد فعل كويس يعني مع المسؤولين ومع الجماهير وكده، فان شاء الله العرض ده هنفتح بيه سيزون، واحتمال نطوله شوية يعني نكبر التايم بتاعه، فاحتمال نضيف له شخصيات تانية. ولسه بقى رمضان وكده، لسه ممكن على شهر 11 او 12 ايه الصورة تبان يعني. فنان احمد مصطفى، شرفت بيك جدا بلقائي معاك. ربنا يخليك، انا شرفت بيكي وفرحان جدا بحضورك وفرحان ان عجبك العرض.